السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة، وياكم جعفر العراقي الشرحي لهذا اليوم عن موقع سام موبايل. هذا الموقع راح يوفر لي سوفت وير لأجهزة أندرويد بمختلف أنواعها من شركات LG وسامسونج. مثل ما نعرف أنه أجهزة الجالكسي أو النوت أو غير أجهزة يتوفر بها أكثر من إصدار، فهذا الموقع راح يوفر لي هذه الخاصية بسهولة. مجرد أنه أضغط على الرابط اللي راح أخليه أسفل وصف الفيديو، بعدها راح تفتح هذه الصفحة عندي، أتوجه إلى السيرش وأكتب نوع الجهاز. على سبيل المثال راح اختار مثلا جهاز سامسونج جالكسي S4. مثل ما تعرفون انه اجهزة جالكسي تحتوي على اكثر من نوع واكثر من موديل. مجرد انه اقوم بالدخول الى اعدادات الجهاز وبعدها الى حول راح يظهر لي نوع الجهاز. مثل ما تشوفون هنا طلعت لي اكثر من خيار. انا راح اختار جهاز جالكسي S4 GTI 9500. بعدها اضغط على سيرش. مثل ما جاي تشوفون انه ظهرت عندي جميع تحديثات الجهاز جالكسي S4 GTI 9500. بهالحالة لازم أنا أختار البلد اللي أنا ساكن به حتى أتأكد من التحديث، فأضغط على هذه السكرول، بعدها أتوجه إلى أختار العراق على سبيل المثال. بعد انتظر لحظات حتى يقوم بفلترة الموقع. مثل ما تشوفون ظهرت لي جميع التحديثات اللي أصدرت للعراق. أختار آخر تحديث إليه أو آخر تاريخ تم إصدار التحديث به. مثل ما تشوفون انه اخر اصدار صدر يوم 21/9/2015. اقوم بالضغط عليه. بعد ما فتح لي صفحة التحميل اتوجه الى الداونلود. مثل ما تعرفون انه بكل موقع لازم تسجل حتى يتم تسجيل التحميلات اللي قمت بها بالسابق، فانا هسه سجلت بالموقع. مجرد انه تضغط على داونلود راح يبدي تحميل السوفت وير. مثل ما تشوفون بدأ تحميل عندي السوفت وير. راح انتظر دقائق حتى يكتمل السوفت وير، بعدها اقوم بتنصيبه على الجهاز. لهنا انتهى شرحي لهذا اليوم. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تراسلني. تحياتي لكم، جعفر العراقي.